شفت بوست من يوم تقريبا لزميلة فاضلة في الكلية بتتكلم إنها جات لها مريضة اسمها دكتورة. المريضة نفسها اسمها دكتورة. أنا فاكر إن أنا شفت الحكاية دي أكتر من مرة، فدخلت على السيستم بتاعي فلقيت اتنين عندي مسجلين فعلا. اسمهم دكتورة، والاتنين يعني مش متعلمين تعليم كويس، تعليم متوسط أو مفيش تعليم خالص. والاتنين من دار السلام، مركز كده في جنوب شرق محافظة سوهاج. ويعني الملاحظ انه لما اتكلمنا على الفيسبوك انه المركز ده بالذات فيه كلمة دكتورة، ده كتير في البنات، بيسموا البنات كتير باسم دكتورة، يعني يبقى اسمها دكتورة مش وظيفتها او لقبها. في كذا ملاحظة هنا. اولا هم بيسموا البنات بس، معرفش ليه، يعني مفيش ولد سموه دكتور فلان. الحاجة التانية إنه مركز دار السلام ده من أكتر المراكز المشهورة بموضوع السماعات والغش والكلام ده. يمكن حتى من قبل ما يبقى فيه بابل شيت والكلام ده، كان برضو من أكتر، من كام أيام ما كنت أنا في ثانوية عامة. بس طبعا على أيامنا زمان كان الثانوية العامة اللي بيغش فيها كان أقصاه يجيب 60%، يعني ما كانش فيه بابل شيت والكلام دلوقتي. فمش فاهم يعني بصراحة اشمعنى المكان ده بالذات، يعني هل هم بيحبوا الدكاترة للدرجة دي ولا مش فاهم القصة يعني. وبعدين هي مش بالعافية، مش هسمي ابني دكتور فهيطلع دكتور بالعافية، يعني القصة الطب ده يعني مهنة صعبة وتخصص صعب ودراسة صعبة، فاللي مش قدها مش عيب، بس يشوف حاجة تانية يكون ينفع فيها. مش تكبر ولا غرور ولا حاجة، هو فعلا تخصص صعب، حاجة فعلا شغل صعب ودراسة صعبة. فاللي مش قد الدراسة الصعبة دي يبقى يشوف حاجة غيرها. وقلنا قبل كده الإمام النووي اللي هو كلنا ما نطلعش يعني ذرة من التراب اللي كان تحت جزمته، ما فشل في الطب.